التعدي على الملكية العقارية مع عدم توافر عناصرها، وبالرغم من ذلك تم إدانة المتهم. هل هو تطبيق صحيح للقانون أو لا؟ تطبيق غير صحيح للقانون، يعني أنه يوجد خطأ في تطبيق القانون. من المستقر عليه في اجتهاد هذه المحكمة أنه لكي تقوم أركان جنحة التعدي على الملكية العقارية ينبغي أن يكون هناك حكم أو قرار نهائي ويتم تنفيذه بتنصيب الطرف المدني في ذلك العقار، ويتم عودة المتهم من جديد لاحتلال العقار واستمراره في التعدي بوجوبه عليه، وأن القضاء بإدانة المتهم بجنحة التعدي على الملكية العقارية رغم عدم توافر عناصرها يعد خطأ في تطبيق القانون. لتوافر قيام أركان جنحة التعدي على الملكية العقارية طبقا للمادة 82 من قانون العقوبات حسب ما استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا، ينبغي أن يكون هناك حكم أو قرار مدنيين نهائيين يأمر كلاهما بالخروج من الملكية العقارية المعتدى عليها وتم تنفيذه، أي الحكم والقرار يكونوا نفذوه بتنصيب الطرف المدني في ذلك العقار وعودة المتهم من جديد لاحتلال العقار، معناتها يعاود يولي يحتل هذاك العقار واستمراره في التعدي بوجوده عليها، وهو ما لم يتوفر يعني في قضية الحل التي هي بين أيدينا، يعني هذا العنصر ما كانش في القضية اللي راهي أمامي، ويجعل قضاة الموضوع لم يوفقوا فيما ذهبوا إليه وقد أخطأوا في تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض. وشكرا.